لو عندي لام صاد أكبر من أو بتساوي سالب 56% وأقل من الصفر، فأنت هتروح تحط الرقم ده في الجزء اللي بالسالب أهو، سالب 56%. ما بين الصفر يعني أنت عايز المساحة دي، لا أنت طارح ولا جامع، هتبص في الجدول بس، هتطلع بالظبط 2123. أنت هتبص في الجدول بس فقط لا غير، ده الإجابة الصح اللي هي 5 من 10 تحت 6%. قال يا مستر هتروح جاي ضرب نفسه اهو، مود 3 خزن، ما تكتبش حاجه خالص، وبعدين شيفت 1. بس خلي بالك بقى المره دي هنضغط على الكيو، اكتبها لك هنضغط على الكيو اهي مكتوبه اهي في الكيو دي يا مستر اهي على زر رقم كام؟ زر رقم 2. اكتب لها الرقم، بص زي ما هو سالب علامه وبعدين 5 6 5 6، اقفل القوس قول لها يساوي، بس كده اهو، نفس الرقم ونفس الحل اهو 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 اهو. الستة ادت واحد، يبقى كده الحل الصحيح. نشوف في فيديو تاني يلا. لو عندي لام صاد اكبر من 86% واقل من 1.42، يعني مساحة محصورة يبقى 86% هنا يا ولاد، 86% اهي، وبعدين اكبر منها شوية واحد وعلامة 42%. ادام مساحة محصورة تختار الار. طب دي هتبقى عبارة عن ايه يا مستر؟ عبارة عن الكبير ناقص الصغير، يعني انت هتبص في الجدول على دي ناقص دي بس. يعني ايه بالظبط؟ هي هتطلع، انا عندي دي هتطلع 4222 من 10000، و86% هتطلع بالظبط كده 3051 من 10000. هتطرحهم هيطلعوا 1171 علامة، اللي هي المساحة المحصورة دي. عايز اجيبها مستر بالآلة، هتروح على الآلة الحاسبة زي ما اتعلمنا، هتروح زي قلنا نمود وبعدين 3 وبعدين اي سي خزناها، وبعدين نروح نجيب شيفت 1 5 2 الار على الكيو على 2. بس خلي بالك انت هتعمل الكيو مرتين، مرة 4 و22 ادي 4 لا مش 4 لا اللي هي كانت كام؟ 1 علامة 4 2، هنقفل القوس وبعدين ناقص المساحة التانية. عايز اجيب الكيو مرة تانية، شيفت 1 5 2 عشان اعمل الكيو تانية، وبعدين اعمل علامة وبعدين 8 6 واقفل القوس واقول له يساوي. بص على الشاشة نفس الحل اهو، الحل اهو نفس الحل اهو. فبلاش تضيع وقت في الامتحان واستغل الآلة الحاسبة معاك. اشوفكم في فيديوهات قادمة.